واحد بيحكي وبيقول لقيت ست قاعده على الارض حاطه قدامها قفص وعليه بطتين بلدي. ايوه 2 بالعدد وكانوا كبار شويه، بس انا ما بحبش البط الكبير، فقلت لها عاوز بط اصغر شويه. قالت لي مفيش غير دول. قلت لها يا خساره، يمكن لو كنت جيت بدري شويه كنت لقيت حاجه تانية. راحت مداريه وشها ومعيطه. قلت لها ليه يا حاجه بس بتعيطي؟ والله ما اقصد حاجه وحشه. قالت لي اصل لو كنت جيت بدري الصبح برضه هتلاقيهم هم انا قاعده هنا من بعد صلاه الفجر وانا مش بياعه، دول كنت مربياهم بقالي 5 شهور علشان اوكلهم للعيال، ولما راحوا المدرسه بهدومهم وشنطتهم القديمه اتكسفوا من صحابهم ورجعوا مكسورين الخاطر. صحيتهم الفجر وسالتهم اجيب لكم لبس وشنط ولا تاكلوا البط؟ قالوا لي لا اللبس والشنط. فطلعت على السطح جبت البطتين واستأذنت صاحب المحل ده اقعد قدامه وابيعهم واروح، وكل اللي يعدي يخسف بيهم الارض وخايفه يموتوا من الحر ولا العيال تاكل ولا تتعلم. قلت لها عايزه فيهم كام؟ قالت لي الواحده ب 70 جنيه. والله دول تربيه بيتي وبلدي، بس بالله عليك ما تفصل فيهم. قلت لها طيب انا مش هعرف اذبحهم، ممكن تذبحهم لي وتنظفهم لي وادي لك 200 جنيه وهجي لك بعد شويه. فرحت جدا وقالت لي حاضر هذبحهم عند الفرارجي اللي على الناصيه واستناك بس ما تتاخرش عليا. طلعت جري اشتريت شنطتين وشويه ادوات دراسيه، اشتريت شويه خضار وسمنه وزيت ورز، ورجعت لقيتها ماسكه كيس فيه البط وفرحانه قوي. اديتها الحاجه وقلت لها روحي اطبخي البطتين للعيال. قالت لي دول بتوعك. قلت لها ما انا قلت لك من الاول ما بحبش البط الكبير. عيطت وقعدت تدعي لي. بعد ما خرج صاحب المحل اللي مراقب الموقف كله من اوله قال لها مش قلت لك ربنا كريم؟ مشيت وهي في منتهى السعاده. وقفت شويه بص لها وهي بتبعد. صاحب المحل بص لي وقال لي عرضت عليها الصبح فلوس ورفضت، سبتها تقعد وكل شويه طل عليها. والله كان في نيتي ان انا اديها تمنهم بس عفتها منعتني، ولما شفتك طولت معاها دخلت صليت ودعيت ربنا ان يرقق قلبك عليها، والحمد لله ربنا استجاب. بس كده، السلام عليكم.